يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا والله يا جدعان ما محضر اي سكريبتات. انا لسه جاي حالا من بره، مش عارف اصلا اكل ايه ونسيت الاكل اللي هجيبه. شغال من 8 الصبح ولسه راجع، فحقيقي مش شايف قدامي خالص. آه طيب، دي تونة قطع، هي اللي هتسعفنا دلوقتي. والحقيقة ما لقيتش عندي اكل خالص، ومش هقدر استنى دليفري ولا اي حاجة. ودول التلات رغيفة عيش لسه واخدهم الصبح. كنت باكل مع واحد صاحبي، كان نازل عندي يومين كده، فكنا بناكل فطار مصري اصيل واتبقى العيش ده، فاحنا هناخد العيش ده ونحاول كده ايه نسقسق اي حاجه. طب حد يجي يقول لي هو ده ايه اكل كباتن ولا ده ينفع عيش ابيض مع تونه؟ والله ما اعرفش. ما اعرفش والله، ما عنديش اجابه على الحوار ده. لو فاكر عشان خاطر إن انا اسف ان انا حطيت رجل على رجل، انا نسيت ان انا فاتح الكاميرا. لو فاكر ان احنا عشان خاطر كباتن فقاعدين بقى بنحسبها بالجرامات والقصه دي كلها، فاحب اقول لك لا، ما بنعملش كده. بعد فتره معينه كده كل واحد بيعرف، آه بتبقى بالسنس. بالظبط، بتبقى بالسنس، تمام. فبس بتاخد وقت طويل قوي عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه، لان الموضوع هو معادلة بسيطة خالص. انا عايز ازيد فباكل اكتر من المجهود اللي بعمله، عايز اخس فبعمل مجهود اكتر من الاكل بدخله. هي قصة كلها قصة سعرات، تمام. طيب انا حابب ان انا اتكلم على ايه معاكم واحنا بناكل كده. انا اسف والله يعني ان انا مش بحضر للمحتوى بالشكل اللي يليق بيكم ده اولا. بس انا حقيقي والله ما عنديش وقت ان انا اعمل محتوى، انا اسف. انا دلوقتي بجري على اكل عيشي، تمام. يعني انا بقول لك انا شغال من 8 الصبح ولسه راجع دلوقتي، فانا ما عنديش سبونسر، ويوتيوب مش بيدفع لي فلوس، والسوشيال ميديا مش بتجيب لي فلوس. فلكن انا حابب اعمل ده حبا في ان الناس اللي انا بيجي لي كومنتس كويسه قوي وبحبها، وعلى المستوى الشخصي بحب اذا كان حد استفاد حاجه مني، اي حاجه، تمام. حتى بنزل حاجات كده ملهاش علاقه، كتير ملهاش علاقه بالفتنس والرياضه بتاعتنا، بس لما بسمع كلام كويس ده بيبسطني. النهارده هنتكلم على البروجريسيف اوفرلود. اكيد بقى سمعتوا عن البروجريسيف اوفرلود ده قد كده، تمام. اللي هو الحمل التدريبي. انا بشوف كارثه يا جماعه، والله العظيم هي كارثه، تمام. هنتكلم بهدوء بقى كده، احنا خلاص خدنا على بعض. بشوف ناس فاهمه الحمل التدريبي بشكل غلط خالص، تمام. وهو بيغير في الوزن بس. يعني لو جه رفع النهارده في اي تمرين، خلينا ناخد السكوات معانا النهارده. لو جه رفع في السكوات الاسبوع ده 80 كيلو، فيجي الاسبوع اللي بعده يرفع 85 كيلو، فيقول لك يا كوتش انا غيرت انا زودت الحمل التدريبي بتاعي، مبروك. طيب الاسبوع اللي بعده هترفع كام؟ تمام، هيزود 5 كيلو كمان. هتفضل تزود عدد كيلوهات لغايه امتى؟ جسمك ليه ليميت، صح؟ ليه حدود. هتيجي ده اخرك في الوزن. طب هتعمل ايه يا بطل؟ دلوقتي انت بمفهومك الغلط عن البروجريسيف اوفرلود مش هتعرف تزود بروجريسيف اوفرلود تاني، صح؟ انك انت عمال تغير في الوزن وجسمك جاب اخره خلاص، جاب اخر الوزن بتاعه، فهتغير ازاي بقى في الوزن تاني يا بطل؟ فيصبح عندنا هنا حلوه يصبح دي فيبقى موجود عندنا هنا ان البروجريسيف اوفرلود مش بس وزن، يعني مش بس تغيير الوزن وتزويد الوزن. هو ده البروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريبي. طب ايه بقى البروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريبي؟ الحقيقه ان في 3 حاجات اساسيه بتتحكم في البروجريسيف اوفرلود. زي اول حاجه هنتكلم عليها هي الشده او الانتنسيتي، تمام. ومش حابب اخش في كلام علمي كتير ومصطلحات سخيفه ممكن ما تعجبش اغلبكم يعني، تمام. بس خلينا برضو قلنا هناخد السكوات كمثال، تمام. انت اول حاجه لازم تبقى عارف ال1 ار ام بتاعك، اللي هو ال1 ريبيتيشن ماكس، اللي هو اقصى وزن تقدر ترفعه وتجيب بيه عده واحده بس باداء مظبوط. ليه ده مهم؟ لان ده هيتحدد عليه بقى كل حاجه. لو انت روح بقى اتفرج على الفيديو اللي انا هسيبه لك، اللي اتكلمت فيه عن ال1 ار ام وازاي انك انت تقدر انك انت تحسبه، تمام. فدي اول حاجه انت لازم تعرفها. تاني حاجه الشده بتاعت التمرين بتاعك اللي هو الانتنسيتي. طيب لو انا رفعت في السكوات، لو انا بقدر ارفع 100 كيلو في السكوات اجيب بيه عده واحده بس،
تمام، اللي هو ال1 ار ام اللي انا لسه قايل لك عليه. تمام، وجيت لعبت ب 50 كيلو، ف 50% يبقى ده كده 50%، يبقى الشده بتاعت التمرين بتاعتي قليله. تمام، حلو حلو. طيب لا، رفعت 80 كيلو من ال 100 كيلو اللي انا بجيب بيهم عده واحده بس، يبقى كده الشده بتاعتك متوسطه لعاليه، صح؟ طب لو رفعت 95 كيلو ل 100 كيلو مثلا، من ال 100 كيلو اللي انا متعود ان انا اجيب بيهم عده واحده بس، يبقى انا كده الشده بتاعتي بقى بوم فوق خالص. فاول عنصر اساسي معانا في البروجريسيف اوفرلود الحمل التدريبي هو شده التمرين، فانا ممكن اغير شده التمرين. فهمت قصدي؟ يبقى مش شرط وزن هنا بس. تمام، لا ده شده التمرين. طيب انا هديك مثال في الاخر عشان خاطر لو تهت مني في حاجات معينه كده، لان واحد هيجي يقول لي طب ما انت قلت مش وزن بس، وجيت قلت لا ده انت لو رفعت 80 كيلو فانت برضو غيرت الوزن. لا، انا ليا حسبه معينه كده من ال1 ار ام. تمام، فشده التمرين هي شده التمرين انت بتعمل قد ايه من اقصى مجهود عندك باختصار. تمام، فده بقيس عليه شدة التمرين. فانا ممكن اغير شدة التمرين ويبقى كده غيرت البروجريسيف اوفرلود. ما تنامش، تمام، ما تنامش عشان انا نايم وبحاول ان انا والله افوق نفسي. تاني حاجة معايا وهو الفوليوم، واكيد كلكم سمعتوا عن الفوليوم او الحجم التدريبي، واكيد برضو حضرتك سمعت وعارف ان الفوليوم عشان خاطر احسبه بضرب 3 حاجات في بعض في الخلاط كده. هو عدد المجموعات اللي بعملها للتمرين معين في عدد العدات اللي بجيبها في التمرين المعين ده في الوزن اللي بشيله. تمام، يعني مثلا دخلت سكوات 50 كيلو، عملت بيه 4 مجاميع وجبت في ال4 مجاميع كلهم على بعض كده. تمام، في كل مجموعة من المجاميع اللي عملتها مش عارف جبت 8. تمام، فهتروح ماسك ايه بقى؟ ماسك عدد المجاميع اللي هو مش عارف كام في عدد في الوزن اللي انت حضرتك رفعته بالكيلو جرام، في مش عارف في عدد العدات اللي انت جبتها في كل مجموعه من المجاميع دي، تجمع دول كلهم على بعض تروح ضاربهم في بعض يطلع لك الحجم التدريبي بتاعك. فلو غيرت هنا بقى اللقطه الاساسيه ان اغلب الناس، يعني احنا لسه قايلين عدات ومجاميع ووزن، كل الناس بتروح تغير في الوزن عشان خاطر يقول لك انا غيرت الحمل التدريبي او البروجريسيف اوفرلود بتاعي الوزن. طب انا عندي 3 عوامل، ما انا لسه قايل لك عدات مجاميع وزن، فانت ليه بتغير في الوزن بس؟ طب ما تغير في العدات يبقى كده برضو غيرت في الحمل التدريبي بتاعك. طب ما تغير في المجاميع، تمام، زود مجاميع يبقى كده برضو غيرت في الحمل التدريبي بتاعك. يبقى الفكره بس مش وزن. طيب يبقى كده يا غير شده اللي هو الانتنسيتي، يا اغير الفوليوم اللي هو الحجم التدريبي بتاعي. لو فرضنا ان مثلا في السكوات الحجم التدريبي بتاعي بتاع الاسبوع ده عملت 2000 وطلع الناتج 2400، لما ضربت عدات في مجاميع في الوزن، وجيت الاسبوع اللي بعده عملت 2450، فكده الحجم التدريبي بتاعي زاد 50، فكده انا غيرت في الحجم التدريبي بتاعي حتى لو ما غيرتش الوزن وسبت الوزن ثابت زي ما هو، ولعبت على يا اما العدات يا اما المجاميع. طيب تالت حاجة وهي الفريكونسي، أو أنا آسف ممكن يكون عمل صوت عندكم لما خبط كده. تالت حاجة وهي الفريكونسي، وهو عدد المرات اللي أنت بتمرن فيها المجموعة العضلية دي في الأسبوع. يعني شخص بيمرن الصدر مرة واحدة غير واحد هيمرن الصدر مرتين. فهمت قصدي؟ فده برضو بيفرق. فانت ممكن تثبت كل حاجه، تثبت الانتنسيتي بتاعت التمرين اللي هي الشده، وتثبت حجم التمرين نفس الاوزان ونفس المجاميع ونفس العدات، بس تلعب مرتين المجموعه العضليه مثلا الصدر تلعبه مرتين في الاسبوع بدل ما انت بتلعبه مره واحده، وبكده تكون غيرت الحمل التدريبي. طيب ليه مهم اغير الحمل التدريبي؟ بص هقولها لك ببساطه. انت كل ما بتغير الحمل التدريبي، تمام، جهازك العصبي بيحتاج مجهود اكبر، بيشتغل اكتر عشان خاطر يأدبت دي يعني يتأقلم مع المجهود اللي واقع عليه. يعني وانا شايل 10 كيلو غير وانا شايل 100 كيلو، صح؟ فالجهاز العصبي هنا بيشتغل باقصى طاقته عشان خاطر يأدبت على المجهود ده. ده بيعمل ايه بقى في الجهاز العضلي؟
تمام، بيشغل الالياف العضليه من النوع التاني اللي هي بتديك قوه وحجم. فهمتني؟ تمام. يبقى انا بزود الحمل التدريبي عشان خاطر اشغل الجهاز العصبي. ده ليه حوار كبير الجهاز العصبي ده، احنا لازم نتكلم عنه. يعني بشوف كل الناس رايحه للجهاز العضلي وراميه الجهاز العصبي في الزباله. تمام. مع ان هو والله هو الاساس يا جماعه، والله العظيم الجهاز العصبي اساسنا كلنا يعني. تمام. ف خلاص عرفنا اني انا بزود الحمل التدريبي عشان خاطر اخلي الجهاز العصبي يشتغل اكتر فيعمل لي عضلات اكتر. تمام. المشكله ان الناس بتقع فيها ايه؟ ان هو ممكن يعمل حمل تدريبي قليل قوي، فكده مفيش بقى نتائج خالص. تمام. ده انت العكس، مستواك كمان ممكن ينزل عشان انت مريح خالص، انت ما جيتش معانا. تمام. وفي ناس تانية تروح رايحة فوق قوي بقى. تمام. اللي هو عاملة حمل تدريبي جبار، تلاقيه بيغير في الشدة وفي الحجم وفي الفريكونسي، التلاتة بيغيرهم في نفس الوقت. تمام. يعني هتلاقيه بيغير عدات في مجاميع في وزن، ويغير من شدة التمرين، يلعب الانتنسيتي بتاعته تكون عاليه قوي 70 و80 و90 ودي ويروح لعب التشست مرتين في الاسبوع وثلاثه كمان، ليه لا؟ تمام. فيقول لك انا عايز بقى اعمل نتائج جباره في اسرع. مبروك عليك، جهازك العصبي اتدمر، جهازك العضلي انت اتدمرت والله. يعني ما تبقاش تحت قوي كده بتدلع في التمرين، ولا تبقى فوق قوي اكستريم وانت مش فاهم انت بتعمل ايه. الحل في الادابتيشن اني انا اوازن. تمام. اوعى تغير حاجتين من الثلاث حاجات اللي قلت لك ممكن تغيرهم، اللي هو الشده والحجم والفريكونسي. اوعى تغير حاجتين منهم مع بعض، انت بنغير حاجه واحده بس. تمام. وبعد كده نبدل. يعني كل ما نعلى مستوانا نروح مبدلين حاجه، مغيرين حاجه هنا وهنا. هي معادلات ونسب وهكذا. عشان خاطر كده وجود مدرب شخصي معاك بيفهم ده ضروري، ده مش رفاهية. أنا عارف إن أسعارنا عالية ومتفهم ده، بس والله لو معاك اصرف، تأكد من مدربك إن هو شاطر، اصرف عشان تشوف نتائج. عشان بقالنا كام سنة بقى بنروح الجيم وبنروح ونيجي وإحنا زي ما إحنا ما اتغيرناش. فالحل الأساسي في التوازن إن أنا أوزن ما بين كل حاجة. تمام. في الحمل التدريبي بتاعي. وبلاش بعد إذنكم بعد ما الفيديو ده يخلص، بلاش اشوف حد بيقول لي انا بغير الحمل التدريبي، ولما اساله بيقول لي اصلا انا الاسبوع اللي فات لعبت 30 كيلو والنهارده لعبت 35 كيلو فكده غيرت الحمل التدريبي. انت صح. تمام. بس ارجع افتكر تاني اللي انا قلت لك في اول الفيديو. ماذا لو جبت اخرك في الوزن؟ كده هتجيب اخرك في الوزن، وده اخرك. هتزود الحمل التدريبي ازاي؟ هتعمل بقى الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو، تغير الحاجات التانية. فهمتني؟ تعالى بقى اديك مثال عملي كده، والمثال ده مهم قوي لان كل الناس بتشوف الحمل التدريبي من بره، الوزن اللي انت شايله، العدات اللي انت بتجيبها، الشده اللي بتلعب بيها، بتتمرن كام يوم. بس لا، ده في حمل تدريبي كمان من جوه. تمام. واسمه الانترنال بروجريسيف اوفرلود. وده معناه ايه؟ معناه حاجات كتير. الحاجات اللي جوه اللي بتحصل للجسم: اكلت كويس، نمت كويس، مركز، فايق. دي حاجات جوه صح، مش بره. فده برضو تغيير في الحمل التدريبي. يعني انا لو جبت شخصين ولعبتهم نفس التمرين سكوات، وشيلت كل واحد فيهم 80 كيلو وخليتهم يجيبوا 8 عدات، بس واحد فيهم كان نايم كويس، واكل كويس، دماغه فايقه، رايق، تمام، اداؤه سليم، القصه دي كلها، والتاني نام 4 بس ساعات ولسه راجع من الشغل همدان ومش قادر، مش عارف. الاتنين هيعملوا نفس التمرين. تمام. بس واحد هيعمل التمرين وهو حاسس ان لسه عنده تاني يدي في التمرين، وواحد تاني يعمل التمرين ومش قادر. طب خليني اقول لك الاتنين عملوا التمرين بنفس الجودة، مفيش مشكلة، الريكفري بتاعهم هيختلف. تمام. واحد فعلا مستواه يتحسن، وواحد تاني باللايف ستايل بتاع حياته ده مستواه يبقى وحش قوي. تمام. مش هيحصل تحسن، بالعكس زي ما قلت لك، زي ما في بناء عضلي ففي هدم عضلي. لو انا ما عرفش انا بعمل ايه. فهمت قصدي؟ فخلي بالك برضو من النقطة دي، مهمة قوي. اعرف الاكسترنال
بروجريسيف اوفرلود اللي احنا اتكلمنا عليهم، شده، حجم، فريكوينسي، عشان بعد كده تبقى فاهم بقى، انت بقيت انسان متعلم بقى خلاص، فاحنا فاهمين احنا بنقول ايه. والانترنال بروجريسيف اوفرلود اللي هو الحمل التدريبي اللي بيحصل جوه، انا ممكن اغيره، تمام، وبيتاثر. خد بالك ان جوه اهم من بره. خلاص بقى، دي اخر حاجه هنختم بيها الفيديو، عشان والله انا جعان ولسه هقوم اسخن العيش تاني، تمام. ولو حد يعرف يقول لي، هل انا بستخدم العجله كتير وبتحرك كتير في اليوم ودي وجبتي بعد ما رجعت البيت، انا هاخد الوجبه دي وخلاص وانام. لو حد فيكم يعرف يقول لي ده صح ولا غلط، ممكن بقى نتناقش بقى في اللي انا بعمله ده، ممكن نتناقش فيه بعدين يعني. فخلاص احنا عرفنا في الاخر ان الانترنال بروجريسيف اوفرلود اساس زي الجهاز العصبي كده، تمام، اساس للجهاز، كل الاجهزه اللي موجوده في الجسم، ولولا احنا مفيش. هو برضو نفس الكلام، نومك، اكلك، تركيزك هو اللي هيأثر على نتائجك. ما تقعدش تغير لي في الاوزان وانت ما بتنامش كويس، ما تقعدش تغير لي في الشده وتلعب ب 70 80% من الوان ار ام بتاعك و نومك مش كويس، تمام. ما تغيرليش الفريكوينسي وتبهدل لي كل حاجه تانية وانت خلاص انت عرفت انت هتعمل ايه. انا اسف الفيديو طول مني، تمام، انا حقيقي اسف، والفيديو هينزل كده زي ما هو، عشان انا والله ما عندي وقت اعمل محتوى. وده والله اقسم بالله العلي العظيم كمان مره، ده مش تقليلا من اي حد بيتفرج عليا. انا بحاول اكون انسان طبيعي، اطلع اكلمك طبيعي، الكلام يوصل لك طبيعي، تمام، مش اكتر من كده. عشان في الناحيه التانية انا مش كوتش بتاع سكريبتات، يعني انا بشوفها قدامي وانا مش من النوع ده. لو فاهم الحاجه هطلع اقولها، مش فاهمها مش هطلع حد يمليني وانا اقول لك وكلنا بنمثل على بعض ان انا فاهم وبتاع، نيجي ان بيرسون ولا ان احنا واقفين مع بعض واجي اتناقش معاك في حاجه. وعلى فكره يا جماعه حصلت معايا 100 مره، تمام، ناس من اللي انتوا بتشوفوهم مشاهير جدا ويبان لك ان هو فاهم قوي، مش تيجي تكلموا كلمتين شخصيين كده واحنا شخصين واقفين بنتكلم سوا، بتستغرب، بتقولي ازاي ده هو اللي انا بشوفه على النت، تمام. انا مش حابب يبقى كده، واكيد هيبقى فيه جودة احسن من كده بعدين لما يكون عندي تيم، والتيم اقدر اصرف عليه ونعمل شغل عظيم. بس دلوقتي انا ما عنديش، زي ما قلت لك وصريح معاك انا في اول الفيديو، انا ما بحاولش امثل حاجة عليك، انا بجري على اكل عيشي، تمام. فاكل عيشي دلوقتي في ان انا انزل اشوف شغلي وبتاع وارجع، حد بيديني كل يوم $1000 يتبعت لي اعلان، ولا مفيش. من انا زي زيك اقسم بالله شغال زي زيك، تمام. ففعلا حته صناعه المحتوى اكيد تبقى خطوه جايه، احاول ان احنا نركز فيها. بس انا ولا يوتيوب بيصرف عليا ولا سبونسر بيصرف عليا، انا يعني ف النهارده اتكلمنا على البروجريسيف اوفرلود. واتمنى في نهايه الفيديو تكون استفدت اي حاجه كده في الدردشه اللي احنا عملناها دي، واشوفكم على خير ومع السلامه.